ايه رأيك في شكل المحشي اللي يفتح النفس ده؟ شايفة شكله، شايفة جماله بجد ولا غلط. عاملين له شوية تتبيلة محشي وخلطة فوق الخرافة. شايفة المحشي؟ شايفة قد ايه البتنجانية بتاعتنا مزبدة وخطيرة ازاي؟ تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عاملين المحشي القمر ده ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها، معايا حلة على النار، فارمين حوالي كيلو ونص كده من البصل، تنزلي بيهم على طول. هتنزل ميتها وتضيفي الزيت بتاعها. هضرب بقية كمية البصل وهضيفها. واول ما البصل بتاعنا نشف خالص اهو من الميه، انا لسه ما حطيتلوش اي زيت، تنزلي على طول بالزيت. بصل كتير، محشي مسكر، عايزه محشيكي يبقى مسكر يبقى طعمه جميل، كتري شويه في البصل. خلاص، اول ما يصفر معانا تنزلي على طول بالطماطم بتاعتك، عايزينه اللون الذهبي الجميل ده. هيصفر وارجع لك تاني. واول ما البصله تاخد منك اللون الذهبي الجميل الفاتح ده، شايفه لونها، نزلي على طول بمعلقتين من الصلصه. اول ما تنزلي بالصلصه انزلي بالطماطم بتاعتك. انا بحب اضربها في الكبه عشان ما بضيفلهاش اي نقطه ميه. هكمل بقيه الطماطم بتاعتي واضيفها. انا بحب لما اعمل محشي بحب اسبك له قبليها بليله، يعني دي بالليل، انا هعمل المحشي الصبح. خلاص هسيبها تتسبك براحتها واطفي عليها ونقوم نكمل تاني يوم. هنا تاني يوم انا قايلالك من امبارح ان انا بسبك الصلصه دي قبليها بليله. شايفه اول ما قمت شغلت عليها النار تكمل بقى، بس انا بصي مسبكاها خالص، بس برضه اول ما تصحي شغل عليها النار اديها غلوتين عشان بس الجو حر. خلاص تعالى اقولك هعمل ايه كمان. تعالوا بقى نقور البتنجان بتاعنا، واحنا بنقوره كده هقولك ازاي تجيبي البتنجان المزبده. ومحشيه النهارده هيبقى بتنجان وفلفل وكوسه، مش عامله كرنب. بصي بقى، لما تجيبي البتنجان هاتي البتنجانه الطريه القصيره اللي هي المليانه شويه، بلاش تجيبي البتنجانيه الناشفه، هتلاقيها معاكي مجلده مش مزبده خالص. البتنجانيه الطريه تبقى معاكي مزبده. ولما تيجي تقطعي الفلفل ما تقطعهوش كده على طول، تقوريها كده. في ناس بتعرف تعملها بصابعها، وفي ناس قوريها زي ما بتقوري البتنجانيه علشان شكل الفلفل ما يبقى الشكل وحش ويبقى الرز طالع منه. خلاص، دي بتبقى ملمومه ويبقى شكلها حلو. وياما تيجي تقوري البتنجان ما تقورهوش، تخليه لحد ما يوصل للجلد بتاعك، لازم يبقى له قلب وقلب بسيط خالص. تمام. وياما تقوري الكوسه شرشريه عشان يبقى شكلها حلو، عشان العين بتاكل قبل البق. شايفه انا بوريكي شكل البتنجانيه. انا بحب البتنجان الاسود قوي، بيبقى مزبد وطعمه تحفه، جربيها يعجبك. او اللي لونه موف، عارفاه. هنا خلاص خلصنا تقوير البتنجان وبنغسله زي ما انت شايفه كده. اغسليه كويس وتخلصي من كل البذور. معايا بوله فيها الرز بتاعنا والخضره. انا ما برفعش الخضره بتاعتي على النار خالص، بحطها على الرز الني كده. لو انت عامله محشي كرنب بتحطي فيه بصل ني، لكن انا مش عامله محشي كرنب. خلاص، هننزل بقى بالكميه المناسبه لينا. الصلصه بتاعتنا والباقي زي ما انا قلت لك هنحطها في كيس ونحطها في الفريزر. خلاص، ظبطي القوطه بتاعتك، ميلي الحله بتاعتك زي ما انت شايفاها كده، وهتحشي البتنجان وترصيه زي ما انا هوريكي بالظبط. وفي قاع الحله حطي شويه من الخضره عشان لما تيجي تساوي المحشي بتاعك تشمي ريحته من اخر الدنيا، تبقى مفحفحه وريحته تحفه. الفلفل بقى قبل ما تحشيه عشان الفلفل يبقى حايق معاكي، بتحطي رشه ملح بسيطه في قلب الفلفلايه، بسيطه خالص، هيبقى الفلفل معاكي حايق وطعمه تحفه. جربي الحكايه دي، انا نسيت اصورها بس ابقى اصورها لكم في فيديوهات تانية. هحشي بقيه الكميه كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونفس الرصه دي كده. وبس كده، هو ده شكل المحشي بتاعنا. شايفين شكله؟ وقفي الصباع كده، مش هتلاقي رز خالص معاكي في الحله. وهقول لك كمان التسبيكه اللي اتبقت معانا حطيناها في كيس وهنشيلها جوه الفريزر. لو انت في يوم عايزه تعملي بقى محشي مش هتتعبي خالص، يا دوبك هتطلعي الكيس بتاعك وتجيبي الكرنبايه او البتنجان او ورق العنب اللي انت بتحبيه. خلاص،
زي ما انا قلت لك، لو انت هتعملي محشي سبكي قبليها بيوم، قوري قبليها بيوم، مش هتحسي بالمحشي خالص ولا تعبه. ما بتعبش خالص من المحشي طول ما انت مسبكه له ومرتبه له حاجته قبليها بيوم، ما بتتعبيش خالص. خلاص يلا نروح نسوي المحشي ونشيل الكيس بتاعنا ده. هتحيقي المحشي بتاعك بملح، ما بعملش بقى محلول ولا شوربه لان احنا صايمين مش هنزيده بشوربه. انزلي بالملح كده بتاعك وما تقلقيش. هنزل بكمون، ما تكتريش عشان الكمون ياما بيكتر بيمرر. سنه بسيطه من الشطه ودي اختياري. هنزل بالميه اللي بتغلي، توصلي الميه دي لنص صباع البتنجان بتاعك. حلو قوي كده. اخر حاجه هتنزلي بشويه من الزيت، ترفعي على النار. اول ما يشرب ميته بتوطي عليه خالص زيه زي الرز بالظبط. اروح اسويه وارجع. وبس كده المحشي بتاعنا استوى. شايفين شكله وشايفين جماله. المحشي لما احنا بنوقفه بالشكل ده شايفين بتلاقي حلتك نضيفه وما فيهاش ولا رزايه. شايفه المحشي خطير. اتمنى ان انت تجربيه ويعجبك.